ولاية البيض تستهدف على وجه الخصوص قطاعي السكن والأشغال العمومية، وهذا للحد من النزوح الريفي وتحسين مستوى معيشة المواطن بالمنطقة. روبورتاج مريم ثابت سحمت. مشاريع مختلفة سطرتها مديرية الأشغال العمومية لتقوية الشريان الاقتصادي لولاية البيض وتطوير المنشآت القاعدية. ولاية البيض تعتبر كما نقولوا ولاية يعني فتية وتحتاج بزاف إلى مشاريع من هذا الحجم. بطبيعة الحال هذا الطريق يعني يفك عزلة كبيرة على الولاية. شوية الكارلاج جا ضيق شوية، كنا نتمنى به يكون معنا 3 يمشوا و3 يجوا. الطرقات معنا لخاطر مستقبل البلاد المدينة معنا. كانت الطريقة ضيقة منا ووسعوها لنا. بلغت نسبة الإنجاز لهذا المشروع 85%. أما فيما يخص المبلغ كلفة المشروع الخاص بالطريق فقط فاقت 180 مليون دينار جزائري، أي 18 مليار سنتيم. إنجازات سكنية بمختلف الصيغ استفادت منها الولاية. أزيد من 40,700 وحدة سكنية سجلت منذ أواخر التسعينات إلى غاية البرنامج الخماسي 2011-2014. السلعة ما كانش اللي قريبة هنايا. دوك كيما المشروع هذا دوك الكرافي نجيبه هنا من الجلفة، الكارلاج راني نجيبه من تيكورت، السيما كاينه 200 كيلو نشروها دوزيام ماك اللي راها واصلتنا على 1000 كيلو. العيد العامله ما كانش. استفادت كذلك الولايه من برنامج سكني مخصص للقضاء على السكنات الهشه مقدر ب 5420 وحده سكنيه منذ سنه 2005 الى غايه 2000 وحده. كما تم ربط العديد من التجمعات السكنية بالغاز الطبيعي بنسبة فاقت 70%. فيما يخص الكهرباء أنجز محطة الامبوست سامبليفي 6030 في بلدية الأبيض، وربط مدينة الأبيض والبيض بهذا الخط. كنا مقبولين في الغاز، اليوم الحمد لله دخلوا لنا الغاز، كنا نعمل القرعة. مشاريع وإنجازات تترجم مدى اهتمام الدولة بمناطق الهضاب العليا من خلال جهودها لدعم النمو الاقتصادي وتطوير الحركة التنموية.